السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل بقى النهاردة مع بعض كيكة الفانيليا كده بحشوة الشوكولاتة. حاجة جميلة جدا، شايفين ما شاء الله، مرتفعة وهشة في منتهى الجمال. يلا بينا نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف احنا هنعمل مع بعض الكيك الجميل ده ازاي. اول حاجة عندي هنا كوبايتين ونص من الدقيق منخولين، هضيف عليهم كده رشة من الملح وباكو من الكيك شيف، وهقلب بقى كل المكونات الجافة دي كده كلها مع بعضها، نقلبها كويس وهنركنها على جنب. وهنيجي بقى للخطوة اللي بعد كده. عندي هنا الكبة بتاعتي، هضيف فيها 3 بيضات وهضيف عليها ظرفين من الفانيليا وكوباية من السكر، وهضربهم مع بعض كده تدريجيا كده واحدة واحدة لمدة دقيقة. بعد ما ضربناهم مع بعض هضيف بعد كده بقى كوباية من اللبن وكوباية من الزيت، طبعا هي نفس الكوباية اللي بنعاير بيها كل المقادير، وهنضربهم مع بعض كده ضربتين حلوين. وبعد كده حبايبي هقول لكم احنا هنعمل ايه. كده بقى ضربنا كل المكونات السايله مع بعضها. هضيف بقى اخر حاجه عندي وهي معلقه من الخل. هجيب بقى بعد كده هنا المكونات الجافه بتاعتي، هنزل بالمكونات السايله واحده واحده لحد ما الاقي قوام الكيك عندي زي ما انا عايزاه. هنقلب كده بالراحه وفي اتجاه واحد، وهنضيف بقى السوائل الباقيه معايا، نضيفها واحده واحده لحد ما الاقي قوام الكيك معايا حلو كده. شايفين ما شاء الله كده قوام الكيك عندي مظبوط جدا، هو ده القوام اللي انا عايزاه. هجيب بعد كده بولة تانية، هضيف فيها جزء من الخليط اللي احنا عملناه ده، وهضيف عليهم بقى بعد كده معلقتين كبار من الكاكاو الخام، وهنقلبه مع الكيك ده كده. الكيك الشوكولاتة بتاعنا اللي احنا هنحطه في نص الكيكة، وهضيف عليهم طبعا معلقتين من اللبن عشان يبقى نفس قوام الكيك الاولاني اللي احنا عملناه بتاع الفانيليا. هنقلبه كويس جدا كده مع بعضه. كده اصبح حشوة الكيكة اللي بالشوكولاتة معايا كده جاهزة. هجيب بقى القالب بتاعي وهنزل بس بجزء من الكيك الفانيليا اللي احنا كنا شايلينه على جنب. طبعا احنا هنقسمه لجزئين، هضيف نصه في الاول، طبقة كده من الاول، وبعد كده هنزل بطبقة الشوكولاتة هحطها في النص، هوزعها كده في القالب. وبعد ما اوزعها في القالب طبعا هنجيب بقى بعد كده بقية الكيكة بتاعتي وهضيفها على الوش من فوق. اصبح كده كيك الشوكولاتة في النص. وفي الوقت ده بيكون الفرن عندي والع على درجة حرارة 180. هوزع الكيك بتاعي كويس عشان انا مش عايزة الشوكولاتة تطلع لفوق، عايزاها تكون في النص. وبعد كده هدخلها بقى الفرن، ولما تطلع من الفرن هوريكم شكلها بقى عامل ازاي.
ده كده شكل الكيك بتاعي بعد ما طلعته من الفرن. هسيبه طبعا لما يبرد وهقلبه اوريكم برضو قعر الكيك من تحت شكله عامل ازاي. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، تحفة جدا، حاجة جميلة جدا. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم قوي. شايفين لونها؟ وبكده يا حبايبي بنكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم. ما تنسونيش بقى في لايك وشير والاشتراك في القناة علشان يوصلكم مني كل جديد. كان معاكم نورة وليد، اترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.